وكأن حكومتنا السنية قد خلت من مشاكل حتى تخلق من نفسها مشكلة جديدة، لكن المشكلة هذه المرة أنها قد صنعت أزمة بين شعبين شقيقين من الشعب السعودي والشعب المصري. هناك الكثير مما قيل حول الوثائق التي حاولوا أن يثبتوا بها سعودية هذه الجزر، ولكن في الواقع لا القانون الدولي يعطي الحق للسعودية ولا التاريخ ولا السياسة، وكما قلت قبل ذلك أن أغلب هذه الوثائق عبارة عن ورق جرايد لا تنهض كدليل قانوني يستند إليه في أي محكمة دولية أو في حتى أنا قلت إنه أنا كدبلوماسي أخجل إن أنا أستخدم هذه الأوراق كأوراق تفاوض، أخجل فعلا. يعني أي دبلوماسي جاد لا يضع هذه المستندات أو ما تطلق عليها مستندات أمامه على مائدة المفاوضات.